كلنا بنمر بلحظات صعبة، لحظات بنحس ان احنا مش قادرين نكمل. ممكن نحس بيأس، بإحباط، وممكن كمان يصل لاكتئاب. انا بحس ان دي كأنها صحوة، كأن حد واقف على الباب وبيخبط وبيقولك ايه اللي محتاج تغيره في نفسك عشان تعرف تتعامل مع العالم الخارجي بشكل افضل. وعشان كده الحلقة دي هنتكلم عن الشفاء، اللي هو الكلمة اللي بنقولها يعني الهيلينج جيرني. أنا ميسرة صلاح Expressive Art Therapy Practitioner، ودي أول حلقة في Safe Mind Podcast سقفة. والنهاردة هنستضيف محمد سامي. قصته بالنسبة لي ملهمة لأنه عدى بهيلينج جيرني ولقى فيها تحديات وتخطاها. خلونا نسمع منه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ميسرة، عامله ايه؟ عرف نفسك بقى وقول لنا ايه حكايتك مع الهيلينج جيرني. حكايتي كبيرة. آه، وانا محمد سامي، أنا شغال دلوقتي بروجرام مانجر. الهيلينج جيرني بتاعتي بدأت، او يعني ابتديت اكتشف كان ان في حاجة غلط. كانت بدايتها 2012. ساعتها كنت خسرت والدي. وبعديها فترة طبعا عديت حاجات صعبة كتير في النص، بس بعد كده كانت الخبطة تقيلة أوي. كان بالنسبة لي كان بداية 2015. ساعتها كنت خرجت من ريليشن شيب يعني دمرتني وملحقتش حتى فوق منها. كنت خسرت أهم حد في حياتي، كانت أمي. وكان ساعتها الموضوع اللي أنا فجأة بقيت في 4 حيطان لوحدي. عندي أخ وأخت، كان كل واحد في بلد. ومرة واحدة أنا طبعا كنت شخص متدلع جدا، كل حاجة أنا عايزها بتجيلي، الكلام ده كله ما بعرفش أعمل حاجة. ومرة واحدة في 4 حيطان شيل، فاللي هو ماشي. واخو واختي طبعا بقى كل واحد انا اللي موجود هنا، فانا اللي شايل المسؤولية. وانا اصلا مش عارف اعمل ايه، ولا عارف اكل ولا اشرب ولا ادفع فواتير ولا اعمل حاجة. ومرة واحدة خلاص بقى المسؤولية دي كلها عليا، شيل، تعلم، دوس، مع طبعا صعوبات تانية كتير كانت في النص. وانا من كتر ما انا مش قادر استحمل بقى ابتدى يجيلي اعراض بقى بانيك اتاكس، بطلع في الروح كل يوم، مش عارف اعيط، مش عارف اعمل اي حاجة خالص في حياتي، ومش عارف انا مالي، ايه اللي بيحصل، ده حزن ولا ده ايه. وابتديت ساعتها طبعا ابتديت ابقى شخص اجريسيف قوي مع الناس اللي حواليا، وانا شخص هادي جدا اللي هو بتخانق بعمل وبتاع اللي هو. فساعتها كانت بداية خالتي هي اللي خدت بالها من حاجة زي كده، وديتني الدكتور. ساعتها اتشخصت اكتئاب حاد، ومفروض بقى دكتور كتب لي على دواء انتي ديبريسنت وكده. خدت يوم واحد حسيت ان انا لا، مش انا عايز ابقى الشخص ده بقى ماشي بلا احساس. في وقتها عرفت ايه السبب، فقلت خلاص هبتدي اشتغل بقى مع نفسي. انا يعني زي ما بساعد الناس اللي حواليا اكيد عارف اساعد نفسي. فساعتها افتكرت ان انا ابتديت ان انا اشتغل على نفسي وكده. وبعد كده اكتشفت ان انا كل يوم عمال بزيد كره في نفسي، مش متقبل نفسي، مش بحب نفسي، بكرهها، مش عايزها تبقى موجودة على الارض هنا خالص. وحاولت في النص كتير طبعا اللي هو خلاص بقى ننهي الدنيا دي ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. وساعتها جسمي ابتدى يعمل رد فعل اللي هو قفل المشاعر بقى خالص، كني ماشي على الارض. بس ده طبعا اكتشفته بعد سنين طويلة يعني. بعد 7 سنين بقى عايش مش عارف انا مين ولا بعمل ايه ولا اي حاجة. وكنت عايش فترة صعبة قوي في حياتي ومش عارف اخد اي حاجة يعني. وعمال اللي هو طب انا مكتوب عليا الشقة بقى ان انا افضل طول حياتي عايش حياة صعبة قوي، مش عارف اعيش، مش عارف اعمل ايه اللي غلط فيا ولا مش عارف. فساعتها كان عندي واحدة صديقة رشحت لي لايف كوتش، فقلت ما اجرب واشوف الدنيا فيها ايه يمكن. من ساعتها رحت للست دي وقعد بتكلم معاها.
لقيتها تاني بتشخصني انت عندك اكتئاب. انا لسه كل ده 7 سنين انا عايش ومش عايش. فكانت الاجابه طبعا بقى مع كرهي لنفسي وشايف الدنيا كلها ضلمه، مش شايف اي نور خالص والحياه صعبه ومش عارف انا بعمل ايه اصلا. فقلت خلاص خليني حسيت كده اللي هو خليني اديها فرصه وخليني اشوف فعلا ايه اللي ممكن يحصل يعني. ومن ساعتها الحمد لله ابتديت اللي هو بحاجات بسيطة ابتدي اشوف الفرق، اللي هو بطبطب على نفسي ولا بقول لنفسي ان انا متقبل نفسي والحاجات دي كلها. مع ان علي ساعتها مثلا يقول لي انت مصدق اللي انت بتعمله ده؟ انت فعلا متقبل نفسك؟ انت فعلا بتحب نفسك؟ استحالة. بس لازم الواحد ابتدي اقول لنفسي كده. وفعلا ابتديت اشوف فرق في شخصيتي، ابتديت اشوف فرق في الناس اللي حواليا، الكلام ده كله. طبعا ثقتي في نفسي كانت شبه معدومه. لما بنت مثلا تيجي تتكلم معايا ما بعرفش اتكلم، بقلب اخرس مره واحده. لو لا انت جاي تكلميني انا اكيد لا. بعد كده لما ابتديت اشتغل نفسي في الرحله نفسها ابتديت استكشف اللي هو ايه ده، ثقه احسن، الناس عايزه تتكلم معايا وانا ابتديت اللي هو اتكلم اكتر، الكلام ده كله. ابتديت ثقتي في نفسي تزيد. ومع الرحلة بقى لما انا ابتديت بقى اكسر لير بقى من اللي هو الدبريشن والحزن والحاجات دي، ابتديت استكشف بقى اجزاء كتير فيا. عندي فضول مثلا اجرب حاجات مختلفة. ساعتها مثلا قلت اجرب التمثيل، لان عندي برزنتيشن سكيلز، ما بعرفش اطلع قدام الناس اتكلم، ثقتي والكلام ده كله بخاف ما لا. فساعتها دخلت التمثيل، ابتدت تعرفني اكتر عن نفسي، ازاي اعبر عن نفسي، ازاي اصلا اطلع اعمل مشهد بمشاعر والكلام ده. طبعا قعدت فيها كتير، ان انا بطبعي كراجل عندنا مشكلة هنا او في العالم عامة، احنا مش سيلف اوير بنفسنا. والجزء التاني اللي هو طب انا لو طلعت مشاعر دلوقتي هيبان بقى الراجل الضعيف اللي بيعيط اللي بينهار اللي بيحصل. اللي هو طبعا ده من المجتمع بتاعنا، عكس البنات طبعا تبقى سيلف اوير اكتر، بتبقى عارفه تعبر عن نفسها اكتر. فبالنسبه لي طبعا كان في جادجمنت كتير عن نفسي، اللي هو انت فعلا هتطلع دلوقتي وتطلع ضعفك قدام الناس. خدت مني وقت طبعا اللي هو اطلع واكسبلور اكتر واستكشف اكتر، هعرف اعمل ده ولا لا. ومع واحده واحده ابتديت في الموضوع اكتر، ابتديت اخش اكتر في التمثيل والحاجات الفنيه والحاجات دي. وهي ده اللي ابتدى يرجع لي النور تاني في الحياه والطبيعه برضه. ان لما انزل اشوف طبيعه، اشوف خضار، اشوف حاجات حلوه كتير، ايه ده الله. بما اني بقى expressive art therapy practitioner، فعايزة اسألك هو ازاي الفنون اثرت عليك؟ يعني انت قلت انه الفنون اثرت عليك بشكل مختلف عن التوك ثيرابي او الكوتشنج. مظبوط. ازاي؟ عرفتني حاجات جوايا انا ما كنتش عارفها. مثلا يعني جربت الرسم كذا مره، وانا بالنسبه لي انت بتعرف ترسم؟ لا. طب ما تروح ما تشوف يعني. فمثلا حاجه زي كده، ورحت طلعت رسومات انا عمري ما كنت متخيل ان انا ممكن اطلعها. اللي هو ايه ده بجد انا اللي عملت كده. فاللي هو لقيت لايرز جوايا ما كنتش عارف ان هي حاجات فنيه مثلا انها تبقى موجوده في اي شخص، انه يقدر يطلع حاجه، يرسم رسمه، يعبر عن نفسه بيها، يعبر عن اي حاجه موجوده جواه. ده كان اجزاء تانية مثلا زي التمثيل، اللي هو انا دلوقتي كبني ادم جسمي ومشاعري والحاجات دي تشتغل ازاي ما اعرفش. ما عنديش اي فكره. اللي هو انا عايش في جسم بشتغل بيه وبروح الشغل وبروح بيه اقابل الناس صحابي والاهل والكلام ده كله، بس في نفس الوقت هو بيحس ايه امتى، هو بيشتغل ازاي، الحاجات دي كلها. فده اللي ابتدى يعرفني اكتر او يساعدني اكتر، اللي هو انا مين واقدر اعبر عن نفسي ازاي. وبالنسبة للرقص بقى، بما اني اتعرفت عليك في الدي ام تي دانس موفمنت ثيرابي، فاحكي لي التجربة بتاعت الرقص اثرت عليك ازاي، وازاي كمان كنت الميل الوحيد وسط 9 بنات يعني. مظبوط. انا
يعني في رحلة علاجي نفسها، في الهيلينج جيرني نفسها، كان كل حاجة بترجعني للحركة، أهمية الحركة في حياتنا، إن إحنا بدل ما نفضل قاعدين، آه إزاي حركة الجسم بتفرق في حياتنا. دي حقيقة. من ناحية أنا بدرس سايكوثيرابي، فابتديت أتعلم إن مثلا الحيوانات، القطط والكلاب والحاجات دي كلها، ليه ما بيحتفظوش بالتروما في جسمهم؟ يعني بيحصل لهم مصيبة، بيحصل لهم حاجة، بتحفظ في جسمهم ليه؟ عشان بيعملوا اللي هما الموضوع زي الرعشة دي، اللي الرعشة دي هو بينفضوا جسمهم، أيوة. خلاص الحاجة بتطلع بره جسمهم. فليه أهمية بقى الموفمنتس في حياة البني آدم نفسه؟ إذا كان دانسينج، يوجا، أي حاجة ليها علاقة بالحركة، إزاي الواحد بيطلع مشاعر هو مش عارف. يعني أنا فاكر مرة مثلا رحت يوجا سيشن، كانت أول مرة يوجا في حياتي، وكان اليوم ده كنت سعيد والدنيا حلوة تمام والحياة حلوة يعني. دخلت السيشن، طلعت لقيت بركب عربية عمال بعيط، اللي هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ فاكتشفت ساعتها من الناس بقى، اتكلمت كذا حد قال لي لا، يعني هو التروما او الايموشنز تبقى استك في اجزاء معينه في جسمنا، مع الحركه بتبتدي تطلع. فحاجه ورا حاجه ابتديت تعرفني اكتر عن اهميه الحركه. فلما جيت الدانس موفمنت ثيرابي، هو ده اللي كان شجعني اكتر، لان انا عايز اعرف اكتر وعايز اتعلم الموضوع، وعايز اتعلم حاجات مختلفة بحيث ان انا اقدر اساعد بيها الناس اكتر. طبعا لما جيت، طبعا يعني قبل ما اجي كنت عمال افكر بقى، طب انت هتعرف تعمل كده؟ هتعرف تعمل الحركة؟ هتعرف ترقص وانت رقص اصلا بقى. بالظبط. اللي هو طبعا الموضوع في مصر، او يعني برضو لحد ما بلاد كتير، هتبص وراه راجل بيرقص، طب انت ايه؟ هتبص له ازاي، او هيتليبل ازاي الكلام ده كله؟ فطبعا في جزء من جوايا اللي هو، طب انت هتعرف تعمل كده؟ طب انت هتعرف تبقى في وسط جروب بنات هتبص لك ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ بس هو كمان رقص مختلف عن، يعني رقص علاجي او حركة هدفها ان احنا نعبر عن نفسنا اكتر من ان هو رقص عادي يعني، ب... او رقص شرقي او كده. بالظبط، ان هو الرقص التعبيري او العلاجي ده هو حاجة تانية خالص غير اللي احنا معروفين بيه، مثلا اذا كان شرقي ولا هيب هوب ولا اي نوع من انواع حاجات تانية. ف فاتحمست جدا وان انا اجوين واشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. وفعلا كانت من احسن القرارات اللي اخدتها. قد ايه كمية الحاجات الواحد بيحسها من حركة بسيطة، اللي هو بس يعمل كده، دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل حاجات كتير جدا، اللي هو الواحد بالنسبة له اللي هو ايه ده بجد. بس هي الأهم من ده ان الموضوع يبقى فعلا الشخص عايش في اللحظة دي ايوه مع صح. الحركة دي، بيبتدي اللي هو يا ده كل ده بيحصل من دي، ودي تشد حاجة تانية وراها، تبتدي انسون تلاقي نفسك بتتحركي بمنتهى الحرية. والموضوع جميل يعني، الواحد لما يبتدي يعبر أو يتحرك بجسمه، حاجة تانية خالص يعني، دي مختلفة حقيقة. تماما يعني. انا فعلا يعني من تجربتي مع الفنون، هي فعلا حاجة ماجيكال، واللي هو سهلة قوي yet very deep. يعني بتخليك فعلا تكتشف مناطق تقول ايه ده، هو صح. ده جوايا، هو ازاي انا ليه عيطت اصلا وانا بعمل ايدي كده، او انا ماسكه الفرشه كده. حاجه ماجيكال فعلا يعني، سبحان الله. ده حقيقي. وبحس الموضوع ان ليه علاقة بالطفولة بتاعتنا. يعني احنا برضو، يعني لما تيجي تراقبي اي طفل في الشارع او في قريب بعيد ايا كان، بتفرج عليه هو تلقائي ازاي، بيعمل ايه براحته، بينطلق، يرقص، يتحرك، يغني، يكسر، ويقول لك عادي تسوكي. فعلا الحياة بالنسبة لهم بسيطة. عكس بقى لما احنا ابتدينا نكبر وابتدينا نحط لير ولا لير، اللي هو الراجل ما يعيطش، انتي ست ب100 راجل، انت ما ينفعش تعمل كده، عيب، كذا كذا. او رد على طنط تقول لها ان انا مش موجوده، طب انت قدامي اهو ازاي؟ فبالنسبه ايوه لنا في كميات حاجات ابتدت تتحط لنا، ما بقناش عارفين اللي هو الصح من الغلط، او ازاي فعلا نعبر عن نفسنا، او ازاي نعمل ده. هو فعلا الاطفال اصلا بيتعلموا بالمشاهده.
احنا بقى بنبقى مفكرين اطفال بس اللي كده، الكبار كمان بيتعلموا لما بيشوفوا العالم الخارجي بتاعهم، لما بيشوفوا الطبيعة، لما بيكونكتوا بيها او بيكونكت برسم باي نوع فن. دي حقيقة. عايزة أسألك، لو أنت هتحط definition لكلمة healing أو شفاء بالعربي هتبقى إيه؟ حاسس ان الموضوع ليه علاقة بقد ايه انا حقيقي مع نفسي يعني. ودي بجد اللي انا اكتشفته في رحلة العلاج. انا مين كمين حقيقي بقى، اللي هو بعد كل الماسكات اللي الواحد لبسها في حياته دي، يبتدي يقلع واحد ورا التاني ورا التاني، يخش اكتر اكتر لجوه لغاية لما يلاقي الفيرجن الحقيقية منها. يعني يبقى قد ايه انا حقيقي في وسط الحياة نفسها. انت اتكلمت عن نقطة مهمة قوي، فكرة اللايرز اللي بتتحط بقى من المجتمع ومن اهلنا ومن المدرسة ومن صحابنا. يعني بالنسبة لي رحلة مثلا الهيلينج بتاعتي ابتدت بانه انا حاسة ان انا مقيدة، وانه في حاجات كتير متقالي ان انا لازم اعملها ومفروض اعملها، وهو مفيش لازم ولا مفروض. يعني كأني نسيت هي ميسرة الحقيقية مين. نسيت ان انا بحب العب وبهزر، وبقيت بقى اللي هو لازم ابقى التلميذة الشاطرة النجيبة اللي بتتعامل بطريقة معينة وبتقول كلام معين. فكلامك لمسني قوي في الحتة دي. عايزاك تقولي يعني من اكتر الحاجات اللي اتسألت لما قلنا على الانستجرام ان احنا هنتكلم على الهيلينج، كذا حد سأل هو ايه اللي بيحصل في خطوات الهيلينج. يعني لو انا دلوقتي عندي تايم لاين، ابقى عارف ازاي ان انا ماشي خطوات صح او انا في الخطوة المظبوطة. حاجات كتير يعني. انا بالنسبة لي اول حاجة ان انا اتقبل نفسي بعيوبي بسلبياتي بكل حاجة وحشة فيا والحلو والوحش. لازم ابقى متقبل نفسي عشان اعرف احب نفسي واعرف ان مشوار مش سهل. ازاي؟ ان انا ابقى عارف ايه. يعني انا عشت فترة في حياتي كبيرة قوي بحاول اشتغل على السلبيات اللي جوايا في شخصيتي مثلا، ان انا عايز احسنها. بس بعد كده اكتشفت ان هو لا، انت اعمل ليست مثلا بالحاجات اللي انا مش شايفها مش متقبلها او انا مش عجباني، وقول اللي انت متقبل ده. متقبل مثلا ان انا اوفر ويت، ان انا مليان، ان انا ايا كان ايه اللي انا مش متقبله في نفسي، لا قول ان انا متقبل كذا كذا، واعرف ايه الحاجات الايجابيه اللي في الشخصيه، وهو ده اللي اشتغل عليها. والواحد لما بيجي يشتغل على الحاجات اللي هي نقط القوه، النقط الضعف بتبتدي تقل، مش العكس. يعني دايما كنت حاسس ان هو نقط الضعف هاتها بقى نعالجها وبعد كده نشوف بقى نقط قوه. لا، طول عمري كنت فشلت في الحته دي لغايه لما اشتغلت على نقط القوه ابتديت الناحيه التانيه ايه ده تختفي اصلا. يعني في حاجات هتبقى موجوده طبعا حياتنا، آه وفي حاجات خلاص مش هتبقى موجوده. فده مثلا جزء تاني اللي هو الحاجات التروماز اللي احنا عدينا بيها، الحاجات المواقف الصعبه. في حاجات كتير قوي احنا دايما تفضل قاعده هنا جوانا قاعدين نفكر فيها وهي ملهاش حل. في كمان وانت بتتكلم قلت اتكلمت عن ان احنا نكتب حاجات، نركز اكتر على الحاجات البوزيتيف او نقط القوة. ودي حقيقي يعني حاجة فعلا بتخلي الإنسان بشكل سهل جدا إن هو يالترنيت أو يركز أكتر على الحاجات الكويسة، بإن هو يبتدي يدخل positive habit او positive thought بدل ما هو يقعد مركز في النيجاتيفيتي بس. لا، نحط ده كده موجود اوكي وندخله حاجة positive، فتبتدي تكبر وتكبر وتكبر، فيبتدي التغيير من هنا يحصل. انما لو انا فعلا مركز على طول على الافكار بقى السوداويه او ان انا في بوينتس كتير وحاجات نفسي احققها بس مش عارفه ابتدي منين وازاي وكده، فدي كاني في حلقه مفرغه سايكل كده من التفكير، مش بتوصل لحاجه. ففعلا دي نقطه مهمه جدا جدا.
وحابة ان انت تقولي انت بقى كراجل، يعني قلت انت في الاول ان انت لما دخلت مثلا DMT او كان بالنسبة لك في شكوك. انت كراجل ازاي اخدت خطوة ان انت فعلا تبتدي الهيلينج جيرني؟ كهيلينج جيرني نفسها يعني ولا الدي ام تي؟ اخدت الخطوة في الهيلينج جيرني وكمان يعني خليني ابسطها لك اكتر. احنا كبنات بنبقى حابين نشتغل على نفسنا، يعني مثلا زي في DMT كان في 9 بنات، وفي اي حاجة فيها هيلينج اصلا بلاقي البنات مثلا 100 والولد 0 عادي، مش حتى صح. فاحنا عايزين نعرف ايه اللي في دماغكم، ليه حاطين شيلد كده عليكم، ليه خايفين تبقوا vulnerable؟ بحسها حاجات كتير قوي، اللي هو اصلا احنا مش عارفين. يعني اهم حاجة احنا مش عارفين، يعني حتى في ريليشن شيب ولا ايا كان فريندشيب مع البنات، ايه اخبار يومك، عملت ايه، طمني مش عارف ايه، اللي هو تمام بس ايوه خلاص. مفيش حاجة تانية عارفها. ايوه ما يعني بعرفش اجاوب فعلا اكتر من كده لو. لما بسأل اي ولد عملت ايه النهارده، الحمد لله اشتغلت وروحت ايوه بجد. بالظبط، في الوقت. انما اسأل بنت بقى وانا ماشيه عديت على عرسه والعرسه ايوه حصل لها كذا ايوه بالظبط. تفاصيل تفاصيل كتير. بالظبط ان احنا ولا بنركز ايموشنلي، او انا بحس عن نفسي مش بنركز ايموشنلي ايه اللي حصل، وايه الحاجات اللي بتحصل في اليوم عملت لنا ايه. يعني مثلا انا قاعد دلوقتي بتكلم مع حد، انا كنت مبسوط مرتاح متضايق، قعدت مع فلان او فلانه وخلاص تمام، بس كأنه بعدين. تشيك ان اه كده، انا بالظبط، حاسس تشيكن. بايه. بالظبط ان احنا دايما بنفكر اللي هو لوجيكلي هنحل ايه، هنعمل ايه، تا 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 تا، بعدين بنفكر في قدام قدام قدام، بس في اللحظة الحالية احنا مش موجودين. احنا مش عايشين هنا، احنا مش في جسمنا، مش في اللحظة دي، مش في الحاجات دي كلها. طب احنا ايه؟ فده بحسها عامل كبير، معرفش طبعا من مجتمع بس ولا البيت ولا بس هو ده السيلف اويرنس. وتركيبة العقل كمان، يعني الرجالة أصلا بيبقوا متبرمجين إن إحنا عايزين نبقى مثلا secured أكتر financial wise، بالظبط عايزين نبقى عندنا شغل، حاجات practical كلها. بالظبط وخد بالك هي أصلا صعب يعني إن أنت تكونكت مثلا أنت حاسس إيه ولجسمك وتبتدي تبقى في الهير اند ناو. هي أصلا صعبة على البنات عشان هم اتعودوا إن هم برضو يبقوا practical، فما نعم. بالك بقى الولاد، يعني أيوة. حاجة أصعب بقى شوية ليفل الوحش يعني. بالظبط ان هو يعني احنا بيبقى مطلوبين مننا ايه، اجري هتفتح بيت، لازم تبقى ناجح عشان تتجوز، عشان تعمل، عشان تبني، عشان الحاجات دي كلها. فاحنا فعلا احنا مش عايشين دلوقتي، احنا عايشين في المستقبل وعايزين نحاول نبني، ولازم تبقى ناجح. بس لما نيجي الناحية التانية، لما نيجي مثلا نبين مشاعر، احنا تعبانين. يعني ساعات انا بيجي لي لحظات كتير قوي كراجل، انا عايز اقلع كل الدروع دي واقول يا جماعة انا مش قادر، انا خلاص، انا عايز اقعد كده، لو سيبوني، فاهمة. بس ده لما بيحصل بص بقى عامل ازاي، بص ضعيف، بص انسان اللي هو. فاحنا مش عارفين ناخد ده، ومش عارفين ناخد القرار ده، ان احنا يا جماعة انا تعبان، انا محتاج مساعدة. وده برضه مودي لنسبة كبيرة قوي في على نسبة انتحار دلوقتي في الرجالة، بسبب ده ان هم ولا بيتسمعوا ولا بيتكلموا الكلام ده كله، يا اما بيقلبوا شخصية وحشة جدا أيوة. مع بقية البنات، مع بقية الستات، مع. لو هتقول بيبي ستيبس للرجالة كده ان هم يبتدوا في الهيلينج جيرني بتاعتهم، او ياخدوا خطوات ان هم يتعرفوا على نفسهم بشكل مبسط، هتبقى ايه؟ آه، أهمية الواحد نفسه. يعني أنا بحس، أو أنا كان هتكلم عن نفسي، أنا كنت بنسى كتير قوي، أو ما كنتش عارف إن أنا يعني أطبطب على نفسي. أحس إنه معلش هتعدي، كل ده هيعدي. دايما كنت يعني مستني لو حد يطبطب عليا، حد يقول لي معلش انت مش لوحدك، الكلام ده هيعدي. لغايه لما اكتشفت ان انا كنت محتاج ان انا أيوة. يعني فعلا محدش هيوقف مع نفسه غير نفسه، ومحدش هيقوم نفسه غير نفسه. دي حاجة. والحاجة التانية ان اهمية اللحظة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي،
ان احنا نبقى حاضرين في اللحظة دي. ان احنا يا اما نبقى بنفكر في الماضي باللي احنا عدينا بيه وده بيجيب اكتئاب، او ان احنا مركزين في المستقبل، احنا عايزين نبني وعايزين نجري ونعمل الحاجات دي كلها، وده بيجيب توتر ونكزايتي وحاجات تانية وحشة. فهي أهمية اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي، احنا عاملين ازاي، ونقدر نبتدي من هنا نقدر نبتدي نستكشف نفسنا أكتر، احنا نحس بإيه، بنعبر عن نفسنا ولا لأ. وانت بتتكلم دلوقتي حسيت انه لو احنا هنرتبهم في نقط فهتبقى انه ندعو الناس إن الرجالة بالذات ان هو ياخد وقت مع نفسه، بدل ما هو جوه دماغه وعمال يفكر وقلقان وخايف وعايش في الافكار السوداوية دي، ان هو يبتدي يقعد ساكت. حتى مش هقول مديتيشن او حاجة، لا حقيقي يقعد ساكت، يشوف بس هو لو في حاجة بتوجعه في جسمه هتبقى ايه، انهي جزء. يقعد مع مشاعره. ما هو الجسم كونتينر بتاع المشاعر. فاللي هو فعلا يعني كلمة stay with دي حاجة lesson يعني بتخليك تتعرف فعلا ازاي تريجليت مشاعر، ازاي تديرها، ازاي تتعرف اصلا عليها. احنا كمان واحنا صغيرين معظمنا ما تعودش ان هو يعرف هو حاسس بايه، انا حزين، انا فرحان، انا متضايق. ما تعودش يقعد ويليبل الحاجه كده ويبقى اوير بيها ويبتدي يكوميونيكيت معاها. يعني ساعات ببقى مثلا حاسه ان انا حزينه، بقعد اتكلم مع الحزن ده، يعني صح. عايز يقول لي ايه، عايز يوصل لي ليه، هو جاي ليه. ما هو يعني ربنا كان قادر ان هو يخلقنا على طول فرحانين او على طول مبسوطين، بس اكيد كل الحاجات دي موجودة علشان تخلينا بني ادمين، تخلينا نعدي بفيزز في حياتنا، ونعدي بسيتويشنز مختلفة فتقوينا. صح. حابة كمان لو انت هتقول للميلز بالذات، هتقول لهم يعملوا حاجة في يومهم، يدخلوا حاجة في روتينهم، هتبقى ايه؟ يدخلوا حاجة في يومهم. يعني ممكن مش بالضروري خالص انه كل الناس تبقى حابة تروح workshops او تروح وسط مجموعة. فلو هنقول للميلز يبتدوا بحاجة واحدة، يكتبوا او يرسموا، أو ايه انت من وجهة نظرك راجل شايف انه ايه الحاجة البسيطة اللي ممكن يبتدوا بيها؟ شايف الكتابة دي من الحاجات المهمة قوي في الديلي روتين عامة، اليوم بيوم وكده. في الاول بتبقى طبعا الواحد مش عارف يكتب ايه او يعمل ايه، بس بعد كده واحدة واحدة بيبتدي الواحد يبقى اوير اكتر. ممكن يكتب اي حاجة، يعني مفيش حاجة معينة خالص. يعني هو الواحد بيحط القلم، ما عارفش ايه اللي بيحصل. فعلا ما اعرفش. انا فاكر اول مرة كنت قاعد في كافيه مثلا وقاعد بكتب، كان مكتوب مني يعني اللي هو كان لسه بانتروديوس الفكرة نفسها، فاكتب. فكان بعد الهيلينج جيرني بحبة كده، فكاتب كلام حلو قوي واللي هو مش عارف ايه ده، وعمال اعيط اعيط اعيط. نسيت نفسي خالص بقى بعد ما خلصت. الله ببص لقيت نفسي في كافيه وسط ناس كتير. يا لهوي. لا الواحد مش عارف يعني، مع ان الكلام حلو بس عادي ساعات ايموشنز بتطلع. فهمية الكتابة دي انها بتنظف اول باول، بتسيب سبيس كمان لحاجات جديدة تدخل. ده حقيقي. بتخلي المخ اهدى بكتير. ان انا عارف مثلا لما بعمل كده مثلا واروح الشغل والكلام ده، احس الدنيا في هدوء جوه دماغي، مش 3000 فكرة في الثانية وقاعد فما بجري وراهم. الرسم حاجة حلوة، بس مش كل الناس بتحب. دايما مش بتحب، ودي حاجة اتعلمتها. بلاش نسيب لنفسنا نقول ان احنا مش هنعرف نعمل ده غير لما نجرب. روح جرب. ايوه مش هتخسر حاجة، رحت جرب. انا فاكرة قوي في ورشة التمثيل بتاعت عمرو، كان بيقول لنا لما حد يجي يقول له مثلا انا مش حاسس، يقول له مش لازم تبقى حاسس، اعملها.
صح. وكأنه فعلا بيخليه بينفايت يو ان انت جرب الاول. يعني جرب وجرب مرة واثنين وثلاثة، لان ممكن عقلك يتدخل يقول لك لا انت ايه ده بقى، هتطلع لنا البلاوي اللي تحت السجادة ولا ايه. صح. فحقيقي ان انت تسمح لنفسك انك تجرب، دي برضو كواليتي مهمة جدا يعني. ده حقيقي ان هو انا فعلا ممكن ابقى شايف نفسي انا استحاله ابقى رسام، ولما اروح اجرب ممكن اطلع احسن رسام، ما اعرفش، بس روح اجرب. ايوه. جربت واتبسطت، حلو، ما حسيتش ان انا هكمل فيها، تمام. ما تيجي بقى نبسط الدنيا شوية كده. في العلبة دي فيها أسئلة، تمام؟ تمام. كل واحد مننا هيبتدي ان ياخد كارت من الكروت دي، وطبعا انا هبتدي لانه بودكاست بتاعي. حقك. وهبتدي ان انا اجاوب على السؤال اللي طلع لي: ايه اكبر درس اتعلمته الفترة دي؟ طبعا بما ان يعني الموضوع ده بعمله مع كل اصحابي واهلي واي حد ماشي في الشارع، فاكيد طبعا كل الاسئله دي جاوبت عليها، بس المره دي هجاوب بطريقه مختلفه. في الدي ام تي وركشوب احنا طبعا كنا بنتحرك كل الايام. اللي لاحظته ان اول كام يوم كنت بتحرك في كورنر كده، وبعدين في يوم كنا بنكسبلور اكتر السبيس بتاعتنا، وابتديت ان انا اعرف ان انا عايز استحق ان انا يبقى عندي السبيس بتاعتي، استحق ان انا يكون ليا صوت، استحق ان انا اكون متشافة ومن غير خجل، من غير ما اكون حاطه لنفسي بقى افكار تخليني قاعده كده في كورنر. وفعلا بعد كام يوم ابتديت اتحرك وابقى عايزه اتحرك في كل السبيس، كل المساحه، اشوف نفسي وانا في كورنرز مختلفه وفي النص وقدام وورا. وبعد ما خلصنا اليوم ده حسيت انه اهو يعني الموضوع بسيط. الموضوع ان انت تسمحي لنفسك ان انت فعلا تبقي موجوده ويبقى ليكي صوت. فده بالنسبة لي آخر درس اتعلمته يعني. ده حقيقي أوي. وحسيت برضو أنا كده بالموضوع ده إن هو بيعزز فكرة فعلا الواحد السبيس، إنه يقدر يعبر عن نفسه، يقدر ياخد المساحة بتاعته. والنقطة التانية اللي هو الباوندريز، أهمية الباوندريز الواحد يبقى حاططها ومتمسك بيها، إنه ما تتعداش. فدي كانت حاجة حلوة أوي، كان اكسبيرينس لطيفة جدا، اللي هو فعلا حد يكسر ده ويخش وسط السبيس، وسط الناس، اللي هو يقدر يتحرك بحرية أكتر يعني. دورك بقى. طب انت فاجئتك ولا ايه؟ مش عارف. توترت فجأة كده. هل انت صادق في التعبير عن مشاعرك بشكل صحي مع نفسك ومع اللي حواليك؟ حلو السؤال ده. سؤال في الجون. الحمد لله بقيت وفعلا اهم او اول حاجة فعلا الواحد مع النفس نفسه يبقى واضح وصادق. دي حاجة كانت مهمة أوي، اللي هو بعبر عن نفسي بالمتاح زي ما عمرو كان بيقول، اللي هو أنا دلوقتي عايز أعيط هعيط، عايز أصرخ، بس لو المكان يسمح بده إن أنا أقدر أطلع ده، بحيث إن أنا أقدر أفضي اللي جوايا. ولو مع اللي حواليا، لو أنا حاسس حاجة أو حاجة جوايا لا يعني احب اقولها، مع اني زمان كنت لا استحاله اقول حاجه بتحصل جوايا بكتم، وكان كل اللي حواليا مش عارفين حاجه عني، شايفين ابتسامه والدنيا حلوه، بس انا جوايا بموت. فكانت حاجه تقيله. وبعد كده لا، ابتديت اعرف اتكلم عن مشاعري، ابتديت اعرف عن احتياجاتي، ان انا محتاج حاجه دلوقتي من الشخص قدامي، لا هقولها. لو هو مش هيحترمها وهي مع السلامه، خلاص مش الواحد يعني خلاص بقى عارف أهمية نفسه واللي حواليه والكلام ده كله. فخلاص لو احنا مش هنبقى في نفس هنتكلم نفس الكلام، مش هقدر خلاص. كل ما الواحد هيبقى عارف عن نفسه
وبيسمح لنفسه انه يكتشف مناطق مختلفة، كل ما هيكون اسهل انه الشخص يعبر ويتكلم ويبقى حقيقي. وممكن ناس كتير تبقى اتعودت ان هي تحط ماسك وتبقى عايشة وراه، بس وانس ان هم بيقرروا يبقوا حقيقيين بيبتدوا يرتاحوا كده، اللي هو كأننا شدينا الفيشة بدل ما احنا طول الوقت عاملين كده. الفيشة كده لما بتتشد بتبقى بقى ايه، مرتاح، عارف في مساحة بقى للإبداع، في مساحة للتعامل، في مساحة انك تكبر من علاقاتك وتكتشف حاجات جديدة في الحياة. ده حقيقي، هو احساس فعلا اللي هو زي الفل. خليني اقول لك حاجة، انه بجد يعني throughout الحلقة في حاجات كتير كده انت كأنك عملت سبوت كده عليها. يعني بالنسبة لي لما اتكلمت عن حتة انه وارد جدا انه يبقى فيه شكوك، هو انا صح غلط، عادي ان انا ابقى vulnerable، عادي اتكلم بصراحة ولا لا. فكأنك بتقول للناس انه الشكوك دي وارد انها تحصل، اوكي، خليهم موجودين، اتعامل معاهم، ما ترفضهمش. حاجة كمان لما جيت اتكلمت عن الاكسبيرينس بتاعت الكافيه وقعدت جورنال اوت وسط ناس، ودي فعلا شجاعة. يعني في ناس كتير بتبقى اللي هو لا طب هنقعد لوحدنا، لا انا وسط الناس ببقى انشس. فان انت تسمح لنفسك انك كمان تخوض التجربة دي في different situations، دي حاجة يعني احييك عليها. وقلت ان انت عيطت في اللحظة دي. فلو انت هتكلم الناس وبشكل خاص الرجالة هتقول لهم ايه في موضوع بقى العياط ده اللي احنا من وهم بيبيز بيتقال لهم ما ينفعش تعيطوا؟ بالنسبة لي طبعا، وانا يعني اولهم، اللي هو كان بالنسبة لي العياط ده ضعف، ان الواحد يوري الضعف ده قدام الناس، اللي هو كده بقى هيقول عليا ضعيف، هيقول عليا كلمات كتير والحاجات دي كلها. بس فعلا في رحلة العلاج الكلام ده كله لما استكشفت ان لا، الضعف ده بالعكس بيربي كونكشن اكبر واحسن كتواصل نفسه مع الناس بشكل احسن بكتير جدا. ان الواحد يقدر يعبر عن نفسه، يقدر يطلع اللي جواه، يبقى حقيقي. بالعكس ده بتعمل كونكشنز غير اللي احنا كنا متعودين عليها تماما. وحتى ده اللي بحاول اعمله حتى في السوشيال ميديا والكلام ده كله. ساعات اصلا بنشد الرجاله اللي هي تطلع ده، ساعات بحط حاجات لي انا نفسي مثلا بعيط ولا بنهار ولا الكلام ده كله. لغايه النهارده ساعات بيجي لي كومنتس اللي هو لا دموعك دي غاليه عليك، خلي بالك هيستغلوها ضدك، هيعملوها. بيجي لي كلام كتير كده من الرجاله اللي هو انت كده لا، بس لو يا جماعه لا، انتوا بس دلوقتي ايه، ممكن تكونوا في غفله اللي انتوا مش شايفين اهميه ده، بس لما تشوفوها فعلا لا هتقدروا تعبروا، هتقدروا تطلعوا ده. بالعكس ده نقطه قوه حلوه جدا يعني، ان الشخص يقدر يعمل ده يعني. اما تالت حاجة فعلا لمستني قوي، انه ازاي انك تكون حقيقي، يعني ما تتخضش، ما تخافش انك تبقى حقيقي. بالعكس بعد الضلمة دي او بعد الخوف الكبير ده هيبقى فيه نور، هيبقى فيه ان انت لا مرتاح وانت جوه نفسك، مرتاح وانت جوه جلدك، مش بقى قلقان او رافض اجزاء فيك، لا بالعكس يعني مرحب بكل الاجزاء بكل بقى انواعها، وحشة حلوة، يعني من غير مسميات، بس اجزاء مختلفة مننا. النقطة الرابعة هي ان انت شجعت الناس على الفنون بشكل عام، بتفتح فعلا حاجات بتخلينا نتعرف على نفسنا من جديد، يعني بتخلينا نبقى مرتاحين كمان. انا كنت مبسوطة معاك جدا 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 يا محمد بجد، وكل سنة وانت طيب لان النهاردة عيد ميلادك. وانت طيبة، وانا كمان انبسطت قوي والله. ويا رب تبقى يعني وشنا حلو عليك ان شاء الله. وبجد انت قلت كلام لمسني جدا، وفي نقط كتير يعني اتعلمت منها، ويا رب يكون الناس برضو تتعلم وتفتح عندهم لمض كده في حياتهم.
مستنية أعرف منكم أنهي جزء في الحلقة لمس معاكم، خبط كده في حتة اتعلمتوا منه في التعليقات. ومستنية برضو أسئلتكم كلها علشان نرد عليها في الحلقة الجاية. استنونا في حلقة جديدة من Safe Mind Podcast. أتمنى تكونوا استفدتوا. باي.